كل المقولات الموجودة عندنا الحين والأمثال اللي تسمعها موجود منها أساس في العصر الإسلامي والعصر الجاهلي، يعني شيء قديم. مثل قولة السالفة هذه لها وجه وقفة. تخيل في العصر الجاهلي زهير بن أبي سلمى يجي طال عمرك يسلم على الموجودين كلهم ويقول عمتم مساء إلا هرم وخيركم استثنيت. وش يقصد؟ السلام عليكم. أمتي 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 أنت يا مفاخر الزمان، أنت يا عروسة الجنان. أبحري أبحري وانخري مسالك البحور، سعيك الحميد لن يبور. قم إلى حمل المنار، كن على درب الفخار. الرجل هذا اللي هو هرم بن سنان الذبياني لما تبي تتكلم عنه تعجز حتى الكلمات ويعجز التاريخ ويعجز حتى الوصف عنه. رجل يعني كان اسمه هرم وهو أصلاً هرم، يعني الرجل هذا لا يكرر بالتاريخ كثيراً. لما تكلمنا عن معركة داحس والغبراء قلنا أن المعارك، وهذه حط النقطة ببالك، معارك عظيمة مثل داحس والغبراء، معركة بكر وتغلب في حرب البسوس، معارك عظيمة تحصل في الجاهلية. مستحيل أن تكون هذه المعارك أو تنتهي بانتصار أحد وهزيمة أحد، الثارات ما تنتهي. لازم أنه تنتهي المعركة هذه بواحد يدخل بالنص ويقول يا جماعة استريح شوي استريح شوي، ادفع الديات، انتهى الموضوع. هذا كان سياسة الجاهلية قبل. هرم بن سنان الذبياني كان اليد الطولة في انهاء معركة داحس والغبراء. في يوم من الايام جالس هرم بن سنان الذبياني في مجلس، الرجال من بني ذبيان، وللحين المعركة دايرة بين منو؟ دايرة طال عمرك بين عبس وذبيان. الناس طال عمرك شيل ابوك وحط اخوك، مو هم واقفين بالمعركة هذه. الرجال هذه بظل هالمعارك هذه واللي قاعد يصير بينهم، الرجال جالس بمجلسه، جالسين عنده شيوخ وجالس عنده واحد من اخوياه المقربين يعني. فجلس عنده هرم وطالع فيه مساك الله بالخير مساك الله بالنور، يا مرحبا مرحبا. قال بغيت انشدك يا اللحية الغانمة. هذا هرم يسولف للرجال هذا، قال بغيت انشدك. قال سم. قال انا شلون تشوفني يعني؟ مدحني مثل قولة مدح، لا هو ممدوح يعني خلقه. قال شلون تشوفني يعني عند الناس هذه؟ لو جيت مثلا بخاطب من اي قبيله من اي ناس من هالناس الموجودين تلقى احد يردني؟ قال لا بالله انت ما ترد، انت يعني شيخ العرب كله، انت سيد سادات العرب. كانوا يسمونه ايضا سيد سادات العرب، ومسمى سيد سادات العرب اطلق على اكثر من شخصيه في التاريخ، يعني ما اطلق على شخصيه واحده، من ضمنهم انت هرم بن سنان الذبياني كان سيد سادات العرب. قال لا بالله ما حد يردك، من يردك انت يعني؟ قال يا ولد والله انا صراحه مشتي احد يردني، ابي احد يردني، ودي اروح اخطب من واحد يقول لي لا بالله مالك شيء عندنا، عشان احس انه هذا صحيح اللي يستاهل ان نخطب منه. قال والله ان شاء الله انه ما حد، بس انا خبر لي واحد. هذا الرجال اللي قدامه يقول قال تخبر لك واحد؟ قال لا لا خلاص انت لا انسى الموضوع خلاص، ما في ما خبر احد ما خبر احد. قال لا لا تعال انت خبر لك احد، في احد يردني؟ قال والله في رجال عز الله انه بنسبه 90% يردك. قال ليه يردني؟ نقصان بي انا ناقص شيء؟ قال لا بالله ما انت ناقص، لكن هذاك يا ولد عسر ومزاجه عسر، ويعتبر ايضا سيد سادات العرب يوم لقبوه النعمان بن منذر. النعمان نفسه معطيه اللقب هذا، يعني الرجال هم يشوفه بنفسه شيء كبير. قال منو الشخص هذا؟ قال هذا الشخص اسمه اوس بن حارث الطائي. اوس بن حارث الطائي كان موجود في منازل حاتم في حائل، الحين في منطقة حائل الموجودة الآن، قبل يسمونها الجبل، الحين طال عمرك اسمها حائل. تبي تشوفها زين؟ روح فوق. هذا المكان اللي شفته مكان اوس بن حارث الطائي. المكان الموجود فيه هو اقليم نجد، مثل ما تكلمنا قبل عن معركة داحس والغبراء وغيرها. اقليم نجد كان موجود فيه هرم بن سنان الذبياني. راح هرم بن سنان الذبياني قال والله انا الاوس بن حارثه، والله ان شاء الله انه ما يردني. قال يا ولد ان شاء الله انه ما يردك، بس كيفك تبي تروح روح، طق الباب طال عمرك تلقى الجواب. راح طال عمرك ركب خيله ويشلع طال عمرك على ديار حاتم، ويجي طال عمرك ولا وين بيت
الرجال هذا كانوا قبل متمدنين، يعني مش كلهم كانوا بيوت شعر مثل ما يصور لنا المسلسلات ولا غيره، كانوا لا، كانوا يسمونهم يعني او كانوا حاضره، يعتبرون حاضره يعني، خصوصا الحكام اللي كانوا قديما هناك كانوا حاضر، عندهم بيوت من طين. وهذا اذا كانت البيوت الطين موجوده اصلا بالجاهليه، يعني كيف ما تصير هناك؟ ما تحاسب ان اقليم نجد ولا اقليم الموجود في الشمال ولا الاقليم الموجود في الجنوب كله بيوت شعر، لا لا، في بيوت. الوكاله طال عمرك راح هناك وسال عن بيت اوس بن حارثه، دلوا قالوا هذاك بيت اوس بن حارثه، راح عليه، راح طال عمرك على بيت اوس بن حارثه ويلقى رجال شايب واقف برا، ولا هذا هو اوس. وقف طال عمرك حصانه عنده، اول ما وقف الحصان طالع باوس قال مرحبا يا لحيه الغانم، قال هلا والله، قال ما تخبر لي اوس وين؟ قال محاتيك اوس، انا اوس. قال يا هلا ومرحبا يا حبيبي، والله يا اوس انا جيتك اخطب. طالع فيه كذا، راح طال عمرك دخل بيت اوس بن حارثه وسكر الباب بوجهه. هذا من هول الموقف ما يدري ايش يسوي، يعني قام يطالع قدام كذا طالب الحصان، يحس ان الحصان بيطالع فيه كذا، ما في الموقف كان يعني مضحك ومخجل بالنسبه له، ما يدري ايش يسوي. دخل اوس بن حارث البيت وشطف الرجال هذا. يوم دخل ولا حرمته عند الباب، قالت كني سمعت صوت او حس رجال برا، قال هذا هارم بن سنان الذبياني ومشى. قالت لحظه لحظه، شلون هارم بن سنان الذبياني موجود عند الباب وسكرت الباب بوجهه؟ قال هذا والله الرجال الظاهر انه ملبوس، الظاهر انه كبر وخرف ولا به بلا. قالت ليش علمه؟ قال واقف عند الباب، اول ما وقف عندنا يقول والله انا جاي خطب، عيب يعني يدخل عندنا طال عمرك. قالت بالله عليك تكفى، لا تفشلنا عند العرب يا اوس، واطلع على هارم بن سنان، هذا هارم بن سنان مهما كان ما يصير انك تسكر الباب عليه كذا. قال تدرين شلون؟ يلا يطلع طال عمرك. يوم طلع عليه قال له ايش علمك انت يوم انك جايني كانك تبي تهاوش انت؟ قال لا بالله ما بهوش، انا رجال جاي خطب. قال لا لا، تدخل طال عمرك وتقلط عندي وتاخذ حقك وتقعد لك يوم يومين ثلاث، بعدين تقول لي والله انا رجال بخطب، مو اول يوم جايني بخطب. تدري شلون؟ تعال اقلط. ويقلطوا طال عمرك داخل ويجلسون ويسولفون ويتعللون يا مرحبا، شلون حربكم وشلون اهلكم وشلون ربعكم جماعتكم، قاموا يسولفون مع بعض. المهم طال عمرك راح اليوم الاول، اليوم الثاني قال له عاد، قال والله عاد انت تدري وش جاي عليه؟ قال ادري والله وش جاي عليه يا هرم، لكن انا عندي 3 من البنات، ال3 بنات لازم نستشيرهن، يعني بالجاهليه كان في استشاره. قال نستشير البنات هذول، نشوف طال عمرك البنات وهن يقولن يبنك ولا ما يبنك، يعني اختار واحده منهن او واحده منهن تختارك. المهم طال عمرك دخلت الكبيره وكلمت ابوها، قالت والله انا اجيد الصناعه لكني مش جميله، فما اصلح الهرم، يعني هرم احس انه يحتاج لوحده جميله. طلعت البنت الاولى او الكبيره. المهم جت الثانيه طال عمرك وقالت لابوها والله انا جيت الصناعه وفيني جمال، لكن والله اني ما اصلح الهرم، احس انه هرم يبي له حرمه نشيط وتعرف كل شيء وتعرف الامور هذه كلها. المهم طال عمرك طلعت جت الصغيره قالت لا بالله انا اصلح الهرم، هذا هرم بن سنان الذبياني. قال لي بالله يا بنتي هذا هرم. قالت انا له، خلاص انت الموضوع وانا اتزوج هرم. جاء عليه قال ابشر بعروسك يا هرم. هو يستانس طال عمرك هرم، قال بيض الله وجهك وعز الله انك لحيه غانم. قال خلاص انت الموضوع، توكل على الله خذ حرمتك. هذا طال عمرك حرمته ويدز لاهله، ويروح طال عمرك يوم وصل عند اهله وجايب عروسه حطها طال عمرك بليله العرس وقاعد يسولف وياه ويدردشون. هنا جت الصدمه طال عمرك يوم جلس هارب بن سنان مع زوجته الجديده. جت زوجته قالت له السؤال هذا كان في منتصف الجبهه، يعني على ما يقولون شيء رد، مش رد مسكت، سؤال مسكت. جت عليه قالت له هارم بالله وش اخبار حربكم داحس الغبراء؟ الحريم اللي مثل هذه او مثل الحرمه هذه فطينه، مستحيل انها تعطيك السؤال هذا وهي بس تبي تسال عن الحرب ولا تبي تمشي المواضيع والسوالف، لا كان قاعد تقول له يعني انت فاضي للزواج، عندك حرب بين داحس وغبراء وعبس وذبيان وانت جاي تتزوج. يوم سمع السؤال هذا قال والله الحرب ماشيه يا بنت الاجواد والحمد لله، يعني ان شاء الله انها تستتب بالامور. قالت بالله يا هرم بسالك سؤال. قال تفضل اسالي. قالت بالله يا هرم شلون لك نفس تتزوج وانت طال عمرك في معركه عظيمه دارت الحين راحاها صار له 40 سنه بين ربعك وعيال عمك، شلون لك نفس تتزوج؟ يعني شلون لك نفس تجيب وتسوي عرس وكذا وكذا؟ الرجال يا ولد تعرف اللي قام يطالع قال الساعه القشره يوم اني تزوجت الزواج هذا، انا وش جابني على الحرمه هذه؟ قال يعني. قالت والله يا هرم انا انصحك نصيحه، قبل لا على قولتهم نبدا زواجنا روح اصلح بين عيال عمك وبعدين تعال طال عمرك يحلال في حلال. هنا هرم طال عمرك يقوم قال عز الله ان اوس بن حارثه خلف، هذا اللي خلف، هذا اللي جاب للبنت اللي يمكن توقف الحرب هذه كلها، لكن تدرين عز الله اني انا للحرب هذه، انت الموضوع. ويطلع طال عمرك ويطلع الواحد اسمه من جماعته الخاصين اسمه الحارث بن عوف، وركز على الاسم هذا لانه راح يجينا بعد شوي، اسمه الحارث بن عوف. الحارث بن عوف الذبياني
مع هرم بن سنان الذبياني، جو طال عمرك وجمعوا. هنا طال عمرك شوف الاحداث اللي قاعده تصير هنا، شفت معركه داحس الغبراء يوم نسولف فيها، يوم يقول لهم قيس بن زهير روحوا ارجعوا لاهلكم، بهالوقت هذا ارجعوا لاهلهم، ارجعوا انتم يا عبس، على اساس انهم يدورون الصلح. فاول ما وصلوا ولا هرم بن سنان الذبياني اصلا يبي الصلح، قال لهم يا حبيبي تعال، ويمسكونهم طال عمرك ويحطون القومين مع بعض، وقالوا خلاص انتهى الموضوع، 40 سنه كفايه، ابدتوا بعض وضعفتوا وفشلتونا قدام العرب، عيب عليكم السوالف هذه كلها، حتى حروبنا الحاليه هذه اللي سووها اصلا ماتوا. فلازم ان الناس خلاص الشعوب تتداخل مع بعض، كلنا نصير حبايب، انت الموضوع، اللي اسس الحرب هذا ما يصير يجي اتحمل سيئته طول العمر يعني، خلاص انتهى الموضوع، توكل على توكل على الله، افضل الى ما قدم. المهم طال عمرك جاء انت هرب بن سنان الذبياني والحارث بن عوف ودفعوا الديات وسكروا على المواضيع وقالوا خلاص ما في حرب، وبهذا الفعل انتهت حرب دامت 40 سنه اللي هي حرب داحس والغبراء على يد هرم بن سنان الذبياني والحارث بن عوف الذبياني، وانتهت حربهم. هنا منو سمع بالموضوع؟ سمع بالموضوع صاحب المعلقات اللي هو زهير بن ابي سلمى. زهير بن ابي سلمى مثل ما تشوف اسمه هنا، هذا الشاعر كان شاعر عظيم من اصحاب المعلقات، يعني يضرب له الحساب والحساب. هلوكاد يوم سمع ان هرم بن سنان الذبياني وقف الحرب هذه كلها وكانت له اليد الطولة في ايقاف هذه الحرب كلها، قال والله العظيم اني لمدح هرم الى الموت. ويجي طال عمرك ويهذ قصيده قدام هرم ويمدح هرم، ويجي طال عمرك هرم بن سنان الذبياني قال وش تبي يا زهير؟ امرني وتدلل، قال ما ابي منك شيء، انا مدحتك عشان فعلك قال لا خل فعلك وما فعلك، جيب طال عمرك ويمسك طال عمرك ويعطيها الذهب هذا كله. يوم خذ الذهب طالع زهير بن ابي سلمى قال يا اخي انا ما جيت عشان الذهب، يعني جيت ابي امدحك بس ابي امدحك، يعني في شعراء صحيح يجي عشان يمدحك انت، يمدح فعلك الموجود قدامه. المهم ان هرم كريم اكرم من كرم الشعر نفسه يعني، فاكرم هذا الرجل، اعطاه طال عمرك. راح زهير بن ابي سلمى وجاء ثاني مره بموقف ثاني ومدح هرم، وجاء طال عمرك اعطاه. يوم جاء الهرم قال يا هرم واللي يرحم والديك فكني من شرك، انا رجال خليني امدحك على راحتي، انا كل ما امدحك تبي تعطيني ماني ما ادحك. قال شوف ما دامك تمدحني يا زهير كل ما تمدحني والله العظيم لا اعطيك، تدري شلون؟ لا تمدحني، لو اشوفك تمر قدامي هنا تسلم علي اعطيك، انتهى الموضوع عندي. عاد انجن هنا زهير، فزهير كان كريم اخلاق، يعني يحاول انه تعرف اللي يتصدد عن هرم بن سنان. يوم سمع مقولته هذه كل ما تمر علي تسلم اعطيك، لا ما يصير. الوكاد طال عمرك قام زهير بن ابي سلمى وش يسوي؟ كان يجي للمحفل هذا والناس الموجودين فيه اسواق عكاظ ولا غيرها، اول ما يدخل طال عمرك يقول عمتم مساء جميعا، وهرم يكون موجود يقول الا هرم وخيركم استثنيت. يعني تخيل على اساس انه ما يلقي السلام عليه وما يقول والله السلام عليك يا هرم ياخذ منه فلوس، لا عزة نفسه قال عمتم مساء جميعا الا هرم وخيركم استثنيت، يعني هرم هذا اطلق شارب فيكم كلكم وهو اللي استثنيت، وعلى اساس انه ما يعطيني بس لا اكثر ولا اقل. للاسف ان هرم بن سنان الذبياني ما ادرك الاسلام ومات. الحارث بن عوف الذبياني اللي سعى بالصلح مع هرم بن سنان الذبياني ادرك الاسلام، لما ادرك الاسلام طال عمرك راح للرسول عليه الصلاه والسلام وبلغ الرسول عليه الصلاه والسلام بالاسلام، وقال له هذا الاسلام 1 2 3، قال يا رسول الله عطني واحد من الانصار الموجودين عندك ابى اخذه معي وعلى اساس يعلم بنو ذبيان الاسلام ويعلموا الامور هذه كلها. قال خلاص توكل على الله، اعطاه واحد من الانصار الموجودين قال علمهم القران. اخذ طال عمرك الحارث بن عوف هذا الانصاري وتوجه الى ديرته، يوم راح لديرته جو طال عمرك عليها ربعه قالوا منو هذا اللي جايبه؟ قال هذا الرجال بيعلمنا الاسلام، كان رجل تقي يعني صحابي معروف هو الحارث بن عوف، فقال هذا بيعلمنا الاسلام. قالوا لا والله، المهم انهم تهاوشوا عليه على اساس انه شيبي جاي عندنا بديرتنا يعني. المهم طال عمرك ذبحوا الانصاري، يوم ذبحوا الانصاري غضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضب شديد يعني، فعلى طول يعني حسان بن ثابت كان موجود عند الرسول عليه الصلاه والسلام. حسان بن ثابت هذا شاعر لا يجارى يعني، الشاعر هذا حسان بن ثابت شوف شو يقول عنه الحارث بن عوف. الوكاد طال عمرك يوم حسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاه والسلام سمع بالمقتله هذه، يدري ان العرب للحين فيهم بقايا جاهليه، يدري انهم طال عمرك لا اعطيته قصيده وافنيته انهيته عن وجه الخارطه العربيه كلها، جاء طال عمرك وبدا ببيتين، بدا توي بيكتب بيتين في منو؟ في الحارث بن عوف، ابيات هجائيه. سمع العلم انت يا الحارث بن عوف ويجيك طال عمرك طاير للرسول عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله اكفني شر هالرجال هذا، والله العظيم ان هجاءه لو خلطته في ماء البحر لخلطه. تخيل يعني حسان بن ثابت من كثر ما اذا هجاك طال عمرك افناك عن وجه الخارطه العربيه، اذا خلط هجاءه بماء البحر لخلطه. جاء الرسول عليه الصلاه والسلام قال لحسان اكفف يا حسان، خلاص اترك الرجال هذا. قال لا دم الانصار يا رسول الله، قال دم الانصار يجيب ديته. جاب طال عمرك 70 ناقه عشان بس يكفيها الرسول عليه الصلاه والسلام شر شعر حسان بن ثابت. شوف عظمه الشعر في هذاك الوقت وعظمه الشعر وش يسوي.
المواقف العظيمة دائما تخلد الأشخاص العظيمين، هرم بن سنان الذبياني، الحارث بن عوف، أوس بن حارث الطائي، حتى بنتك يا أوس بن حارث الطائي تخلدت بالتاريخ وتخلدت قصتها. المواقف العظيمة اللي تقراها بالتاريخ وتسمع فيها، شوف خلدتهم. تدري كم سنة صار لهم أكثر من 1600 سنة، 1600 سنة وإحنا للحين قاعد نسمع فيهم. ليه؟ لأن المعروف بحياته ما يموت، يظل المعروف حتى لو ما ظل لك أنت، يظل إلى ولد الولد الولد. تواجه على خير إن شاء الله. السلام عليكم. أمتي 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 أنت يا مفاخر الزمان، أنت يا عروسة الجنان. أبحري أبحري وامخري مسالك البحور، سعيك الحميد لن يبور. قم إلى حمل المنار، كن على